محل بالعرض الصغير ده وبيطلع احسن كفته وكباب هنا في مصر. الكفته ضاني وبلدي والكباب عندهم من الكندوز الاصلي. وسط ما انا بدور على منتج مصري لقيت محل ابو عنتر بيعملوا كباب وكفته وطرب كله مصري. الاكل بتاعهم فريش واللحمه بتاعتهم زبده وعندهم سندوتشات بتبدا من 35 جنيه. اثبت لك، تعالى لما اوريك. نزلت الموسكي في وسط البلد، ركبت المترو لمحطة باب الشعرية وتمشيت 5 دقايق. حي العتبة وشارع بورسعيد من أكبر الشوارع التجارية في القاهرة الكبرى، يعني مفيش عروسة غير ونزلت وجابت حاجتها من هناك. بعد ما تلف وتجوع وعايز أكل يغذيك ومكان نضيف، مفيش عندك غير أبو عنتر الكبابجي. اكتشفت إن هو سيد معلمين كار المشويات في مصر، وأغلب أسامي المحلات المشهورة دلوقتي اتعلموا عنده الشغلانة. مش سهل أي حد يدخلك مطبخه، مش دايما هتلاقي الرخامة نظيفة ولا نوع اللحمة يقدر يبينه قدامك، إلا لو مطعم بيهتم إن أكله يكون طازة ودرجة أولى زي أبو عنتر الكبابجي، لأنهم خبرة في اللحمة من سنة 61، ودايما فراخهم ولحمتهم فريش وطازة. المحل اصلا من سنه 61. الحمد لله تاريخ، زبائن كتير، مش هنا بس الموسكي بس، مدينه نصر كلها والمعادي والحلوان، وفي ناس بتسافر وبتيجي تاخد شغل توديها اسيوط. انت ايه اللي بيميز الفراخ بتاعتك عن اي مكان تاني؟ بص كده، ربع الفرخه ده عليه اكتر من 18 نوع تتبيله. المحل ده قديم، مفيش عروسه مثلا نزلت ما نزلتش الموسكي، مفيش حد نزل مثلا تاجر ما نزلش الموسكي. كل حاجه موجوده في الموسكي. بقى اكتريه الزبائن فيه مثلا واحد من الصعيد يقول انا من الصعيد ونفسي اكل الفراخ دي، بقوم قايل له التتبيله بتاعتها وكاتب له البهارات وهو يجيبها، ما اخسرش لان كده مش هاخد من رزقي حاجه. فالمحل الحمد لله ليه زبون من اسكندريه لاسوان. الناس تيجي ازاي؟ هينزل شارع الازهر هيسال على محل ابو عنتر الكبابجي. احنا هنا محطه جنب صلاح عبد الفتاح، اللي بيجي بيتسال مثلا على العنوان بيتسال هنا يقول لك نزلنا عند ابو عنتر الكبابجي. طب ايه اشهر 5 حاجات عند ابو عنتر الكبابجي؟ احنا كباب وكفته وطرب وفراخ وحواوشي، وعملنا السندوتش الصاروخ دون عشان الاطفال الصغيرين والشباب. بقى دلوقتي بقى الاقبال عليه شويه ماشي، فبرضه عشان نرضي جميع الاطراف. ما تستغربش لما تلاقي عندهم كل الفئات، لان اسعار الاكل عندهم تناسب كل الطبقات، الشباب والاسره واي حد معدي صدفه او لو نازل مخصوص. الاكل عندهم زبده سايحه. بص السيخ عامل ازاي؟ فراخ، كفته، كباب، والطرب اللي بحبه. طرب، طاووس. انت بتحب مين فيهم؟ انا بحب الكباب والكفته وفي اي حاجه عند ابو عنتر باكلها. هات لي سيخين من دول أحلى حاجة وحصلني. هو والله هات العظيم سيخين أحلى وحصلني. انت مستني ايه؟ ريحه الكفته مجنناني. اول مره الاقي منتج مصري يدخل قلبي ويدخل معدتي كمان. قلت له سخن لي 46 سيخ. تعالى يا حاج، تعالى الكفته حكايه جوه، انا داخل جوه اتغدى. انت مش حاسس بيا. ما تستناش تلاقي سفره مذهبه وويترز لابسه بدل مستنياه، ولا انا اللي هيقول لك ده الاكل جوسي واندر ريتد. الاكل هنا شرقي محبش، مشويات مصريه مع العيش المحمص والرز بالشعريه اللي يملى مزاجك، مع ميه السلطه اللي تظبط طعم اي اكله بعدها. استقبال الناس كله بهجه وفرحه. الحواوشي بالجبنه عندهم حقيقي طعمه مختلف، الكباب مشوي وريحته جذابه وطعمه بيدوب في البق، الموزه عندهم بتنزل مع طاجن خضار ووجبه متكامله كلها متعه. الطرب بالنسبه لي ما فيهوش درجات، يا حلو يا وحش، وعندهم عالمي. جمالها عظيمه يا مصر يا ارض النعم. شويه اكل انما ايه يرموا العظم. رغم ان الصاله فوق صغيره بس شالت نص مصر. اغلب العرايس اللي جت هنا الموسكي جت وكلت هنا. انا اكلت كباب وكفته وطرب. نسيت اهم حاجه بقى، ان انا اطلب الستيك. الستيك ده عباره عن فيليتو، بيبقى خطير جدا. اللحمه صافي اتشوت هنا وانا هاخدها معايا تيك اواي. خد صحابك بعد الشغل او ماتش كوره، خد العيله مخصوص، او عدي وانت في وسط البلد. اكل مضمون وطعمه حلو وسعره رخيص، يبقى فرصتك تجرب ابو عنتر الكبابجي الاصلي. انا قاعد عند ابو عنتر باكل وبتعشى. السلام عليكم. يو لايك ذس ريستورانت؟ يا شهاده من واحد جاي من اليابان، من الكوكب عندهم. ساب اليابان وجه هنا يطلب النص فرخه بتاعتنا. انا مش عايز اتكلم بقى. they called it ابو عنتر. What? ابو Abu? عنتر. Antre. Hunter's father. Yeah. Is this your hair? Yeah. It looks like me. Yeah. So you are بتستعمل ايه في شعرك؟ مش هيقول عشان الحاجات دي اسرار.